ايه الفرق بين الاي بي ادرس والماك ادرس؟ السؤال ده رغم اعتراضي على صيغه السؤال بالطريقه دي، بس هنجاوب عليه زي ما هو، لان هو بيتسال بالطريقه دي سواء في الانترفيوز او حتى بينك وبين نفسك لما بتبقى بتذاكر شبكات لاول مره، بتبقى عايز تعرف ايه الفرق بين الاي بي والماك، ليه عندي عنوانين في الشبكه بتاعتي، وهجاوبكم عليه زي ما هو، وبعدين هقول لكم في الاخر ليه السؤال ده ما يتسالش كده، وهيفهمكم اكتر برضو ايه الفرق بينهم وامتى استخدم كل واحد فيهم. اولا بالنسبه للفورمات بتاع كل واحد فيهم، الاي بي ادرس عباره عن 32 بت، بيبقى مكتوب بشكل الديسيمال، يعني بيتكتب رقم دوت رقم دوت رقم دوت رقم. الارقام دي بتبقى من 0 ل 255 على حسب بقى الكلاسز. بالنسبه للماك ادرس فبيتكتب بطريقه الهكسا ديسيمال، يعني ممكن تلاقي فيه ارقام وحروف، الارقام من 0 ل 9، اما الحروف فمن A ل F. طيب بيتكتب باي طريقه او ايه الفورمات بتاعه؟ ممكن تلاقي عباره عن 4 كاركتر، والكاركتر هنا مقصود بيها الحرف او الرقم الهكسا ديسيمال، فممكن تلاقي ان هو عباره عن 4 حروف او 4 كاركتر هكسا ديسيمال، وبعدين 4 وبعدين 4 مفصولين بكولون، او اللي هي بنقول عليها نقطتين فوق بعض. وممكن تلاقيه اتنينات، يعني 2 كاركتر 2 كاركتر 2 كاركتر لغايه الاخر، وبيبقى مفصولين بداش او اللي هي الشرطه، على حسب برضو الطريقه اللي انت بتكتب بيها، بس الكله صح تمام وكله بيتقبل حتى لو هتدخله في كونفيجريشن زي بتاعه السويتش سيكيورتي. بالنسبه للفوروردنج، الماك ادرس بيستخدم مع السويتش، يعني السويتش بيستخدم الماك ادرس لما بيحب ان هو يفورورد داتا. يعني ايه فورورد داتا؟ يعني هيستلم داتا والمفروض ان هو يسلمها لديستنيشن معين، فالمفروض ان هو بيستلم الداتا، بيبص في الماك ادرس تيبل او اللي بنقول عليه الكام تيبل، وبيبتدي فورورد الداتا على حسب الديستنيشن ماك ادرس. لو لقى الديستنيشن ماك ادرس في التيبل بتاعه بيبتدي فورورد الداتا للديستنيشن ده، لو ما لقاهاش خدوا بالكم بيعمل flooding. يعني ايه flooding؟ يعني بيبعت الداتا لكل الناس اللي واصلين عنده ما عدا البورت اللي هو استقبل من عليه الداتا. دي طريقة شغل السويتش مع الماك ادرس. اما الراوتر فبيبتدي يتعامل مع الاي بي ادرس عن طريق الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل بيبقى شايل الشبكات نتورك اي ديز، والنتورك اي دي ما هي الا اي بي ادرس، بيمثل شبكة كاملة من اليوزرز. فالراوتر بيبتدي يدور برضو على الديستنيشن نتورك في الراوتنج تيبل، لو لقاها بيعمل فوروردنج للداتا، لو ما لقاهاش بيعمل دروب. خدتوا بالكم الفرق بين الراوتر والسويتش في القصة دي؟ وخدتوا بالكم برضو فرق التعامل بين الماك والاي بي؟ طبعا مش محتاجين نقول انه عملية السويتشنج، وهي ان السويتش يعمل فوروردنج بالماك ادرس، دي بتتم كتبع لاير 2، اما عملية الفوروردنج بالاي بي ادرس واللي بيقوم بيها الراوتر فدي تبع لاير 3 اللي هي النتورك لاير، ولاير 2 هي الداتا لينك لاير. حاجة تانية برضو في الجزئية دي وتعتبر بديهية في الحتة دي بعد اللي احنا قلناه، انه السويتش والماك ادرس بيتعاملوا لوكالي جوه النتورك الواحدة. يعني عمرك ما تقدر تستخدم الماك ادرس ولا الديفايسز يستخدموا الماك ادرس في نقل الداتا من شبكة لشبكة. النقل كله بيتم جوه نفس الشبكة اللي هم فيها، مفيش ديفايس او يوزر او ايا كان يقدر ان هو يبعت الداتا من جهاز لجهاز في شبكتين مختلفتين عن طريق الماك ادرس. النقلة دي بتتم عن طريق الاي بي ادرس وعن طريق الراوتر والراوتنج تيبل. فلو انت جوه نفس الشبكة هتحتاج سويتش وماك ادرس، لو انت بره الشبكة هتحتاج الراوتر والاي بي ادرس. الماك ادرس كمان بنقول عليه ان هو physical address او hardware address، اما الاي بي فبنقول عليه ان هو logical address. وده بسبب انه الماك احنا ما بنعملوش configuration، هو بيبقى موجود بالتصنيع في كارت الشبكة اللي عندك. يعني اي كارت شبكة بيكون ليه ماك ادرس انت بتجيبه كده وما بتقدرش ان انت تغيره. اما الاي بي ادرس فاحنا نقدر طبعا نغيره ونقدر نعمل له ديزاين، وحسب الاي بي وحسب الشبكه اللي انت فيها بتقدر تقول مين الناس اللي مع بعض في شبكه واحده ومين الناس اللي مش مع بعض في شبكه واحده ومحتاجين راوتر في النص عشان تقدر تنقل بينهم الداتا. طبعا في كل الاحوال ممكن احتاج اعمل برودكاست ترافيك. يعني ايه برودكاست؟ يعني عايزه ابعت الداتا من ديفايس معين لكل الناس اللي في الشبكه او كل الناس اللي في شبكه معينه. بالنسبة للماك ادرس فالبرودكاست ماك هو اللي كله وحايد، ولما تحوله لهكسا ديسيمال هيبقى 12 اف.
اما بالنسبه للاي بي فبرضه البرودكاست اي بي ادرس بيبقى كله وحيد، بس في الحاله دي بيبقى كله 255.255.255.255. ليهم طبعا كل واحد استخداماته، ساعات الاثنين بيبقوا موجودين معايا، بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الفروقات الظاهريه بينهم. حته مهمه برضو ان احنا نعرفها، هم اختصار لايه. الماك ادرس اختصار لميديا اكسس كنترول، وبيستخدم في الداتا لينك لاير زي ما قلنا. اما الاي بي فاسمه انترنت بروتوكول، وده بيستخدم في النتورك لاير او لاير 3. هل ينفع ان انا اعمل فلترنج بالماك ادرس او بالاي بي ادرس، او ان انا يعني معنى اصح افلتر الداتا، يعني اقول مين يعدي ومين ما يعديش، مين السويتش اول ما يشوفه يعمل له دروب، مين الراوتر اول ما يشوفه ما يعديهوش؟ بالنسبه للماك ادرس فبيستخدم في السويتش سيكيورتي، من اهمها مثلا البورت سيكيورتي، وهي ان تدخل على بورت معين وتقول الماك كذا مرفوض على البورت ده. بالنسبه للاي بي ادرس فبيستخدم معاه حاجه زي الاكسس كنترول ليست، وانك تقدر تعمل كنترول او فلترنج عن طريق الاي بي ادرس. زي ما قلنا في كتير من الأحيان احنا بنحتاج الاتنين يكونوا موجودين معايا في الفريم، مش بس في كتير من الأحيان، احنا في كل الأحيان محتاجين الفريم بتاعنا يكون كامل، في اي بي ادرس وفي ماك ادرس، الاتنين يكونوا موجودين علشان الداتا تقدر تتنقل الأول جوه الشبكة اللي هي فيها وتوصل للجيت واي مثلا، وبعد كده تخرج من الشبكة دي وتوصل لشبكة تانية. البروتوكولز اللي بتشتغل معايا في الحاله دي، لان اوقات انا بيكون معايا الاي بي بس مش معايا الماك ادرس ومحتاج بروتوكول يجيبهولي، او العكس انا معايا الماك ادرس او معايا الداتا لينك لاير ادرس ومحتاج بروتوكول يجيب لي الاي بي الموازي للعنوان ده. فعندك بروتوكولين عكس بعض وهما الارب والرارب. الارب ده بيساعدك لما بيكون معاك الاي بي ادرس بس محتاج الماك ادرس او الداتا لينك لاير ادرس. اما الرارب او الريفرس ارب او اللي هو الارب بالعكس بمعنى اصح، فده بيكون انت معاك الداتا لينك لاير ادرس ومحتاج الاي بي ادرس الموازي للعنوان ده. ففي كل الاحوال انا كتير جدا بحتاج ان الاثنين يشتغلوا، وعلشان كده الارب والرارب بيساعدوك جدا انك تكمل الفريم علشان تقدر انك تبعت الداتا. اعتقد كده بقى واضح انت ليه ما ينفعش انك تقارن بينهم، لان هو ما ينفعش اصلا نبدلهم ببعض او نستخدم واحد مكان واحد، او نستخدم واحد بشكل دائم والتاني ما نستخدموش لان فيه عيوب معينة. زي ما احنا شايفين ان اي ترافيك او داتا بتتبعت محتاجة الاتنين، انا دايما محتاجة الماك ومحتاجة الاي بي، فما اقدرش ان انا اقارن بينهم او ابدل بينهم او اقول ان في واحد يستخدم وواحد ما يستخدمش. يا رب الفيديو ده يكون مفيد بالنسبة لكم ويكون فعلا وضح لكم الفروقات الأساسية بين الماك ادرس والاي بي ادرس. لو في مواضيع ملخبطاكم اكتبوا لي في الكومنت، وان شاء الله في الفترة الجاية اعمل لكم عنها فيديوز وتفهموها بالتفصيل برضو بإذن الله. حتى لو هي مواضيع عملية برضو هعمل لكم بيها لابس سواء على أجهزة حقيقية أو على السيميوليشن بروجرامز زي الباكيت تريسر أو الجين اس 3. يا رب يكون الدنيا تمام بالنسبة لكم. شكرا ليكم وجود لك. كان معاكم مهندسة شاهيناز.